يا مساء الخير عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو لغايه الفيديو ده. هنعمل النهارده الساندوتش الجميل ده. اجازه يعني تكاوي كتير، رايحين نادي، جايين من نادي، خارجين متفسح، يعني خلاص قليل جدا اللي بيقعد معاه، بنقعد في البيت يعني في الصيف، فلازم نبقى جاهزين. شفتوا بقى الجمال؟ ومش اي برجر بقى، ده برجر محشي جبنه. لا احنا هنبتدي بقى نعمل العظمه دي، بس حطي اللايك وحطي اشتراك وفعلي زر الجرس وتعالي اقولك عملناها ازاي. نص كيلو من اللحمه المفرومه، نص كوبايه من الفول الصويا، بصلايه متوسطه، ملح، فلفل اسود، بابريكا، سكر، كيس بهارات برجر. تمام كده. نص كوبايه اللي هي البرغل، سوري مش البرغل، الفول الصويا. لما بنقعها في ميه سخنه بتتضاعف حجمها وبتبقى مقدار كوبايه. بعجن كويس كله على بعضه واحطه في العجان او في الكبه، وبعد كده بسيبها تريح في التلاجة شوية وابتدي اقرص. باخد حتة كده وباخد حتة جبنة من الشيدر، انا بحب احشيها شيدر. حابة تحشي بقى موتزاريلا براحتك. بختار اي اسطمبة او اي شكل مدور يكون عامل شكل ال البرجر كده. ممكن يكون غطا علبة عندك، ممكن يكون الأداة اللي بنعمل بيها البيض دي العيون، زي ما انت محبه. اي حاجه مدوره عندك وحسب المقاس اللي انت عايزاه بتعملي. انا بالنسبه لي برتاح باللي انا بستخدمها دي جدا. اهم حاجه نضغط كويس جدا ونحط كميه كافيه، بحيث الجبنه ما تبقاش باينه من الناحيه دي ولا من الناحيه التانية، علشان هي لو حطت على النار بتسيح وبتحروق، وهوريكم ايه اللي حصل معايا. تمام كده. بضغط قوي. واهم حاجه كمان ان احنا نحط كيس او ورق زبده ما بين كل طبقه وطبقه. انا بالنسبه لي الحجم ده كبير، مريحني قوي كويس، لان هي لسه بتكش، لان هي دي طبعا لحمه بلدي. تمام كده. فالصغيره دي مش يعني بالنسبه لي مش هو اللي انا بحتاجه يعني. تمام كده. طبعا لون اللحمه كده يعني معمول كده لان انا دخلتها التلاجة اتشمعت، فعملت الطبقه بتاعه التتبيله بتاعه البصل والحاجات دي من فوق، ومن جوه لسه حمرا زي ما هي. فانا ما حبيتش يعني ادعكها تاني او يعني اقلبها تاني. عجبني اللون كده والميكس ده يعني. تمام. انا هعمل نصهم بجبنه والنص التاني ساده، بحيث ان هو عايز ياخد ساده ياخد، واللي عايز ياخد بجبنه ياخد، مع ان معظمنا كلنا يعني بنحب بالجبنه. من الحاجات اللي بتلاقيكي بتسعفك جدا هي البرجر. زي ما عملنا الكفته وفرزناها قبل كده وحطيناها في اطباق تبقى جاهزه على الآلية على طول، هنعمل كمان النهارده البرجر وهنفرزنه وهنخليه جاهز لاي طوارئ. اي طوارئ ده بمعنى ان يلا هنخرج، طب انتوا جاهزين؟ لا مش جاهزين، اهو بصوا الكميه. يبقى احنا ايه جاهزين، ما نسيبش اي فرصه ان احنا ايه نقول لا مش هينفع نخرج مش جاهزين. فجيتي من بره متاخر من اي خروجه، طلعي واحدتين تلاتة اقلي والدنيا هتبقى بيس جدا. يلا مع بعض نقلي واحدتين كده ونشوف شكلهم ايه. فكريلا سخنه، حبه زيت صغيرين خالص، وهي متجمده عادي زي ما هي. انا دخلتهم طبعا الفريزر يرتاحوا، وبعد كده طلعتهم علشان اقلي منهم. واول لما تاخد طبقه وش من الناحيه دي، الوش التاني اقلب على طول. ما بتاخدش سوا خالص. بصوا بقى دي فتحت مني ازاي عشان ما كنتش مغطيها كويس. شايفين الجبنه طلعت ازاي؟ بس كده هو ده اللي انا مش عايزه يعمله عشان الطاسه بتحروق منها. يلا نحط بقى مايونيز وحبه طماطم، حبه خيار، فلفل، كل اللي انت بتحبيه. حابه تحطي كمان جبنه شرايح، حابه تحطي بيض، كاتشب، مايونيز، مستردة، زي ما انت ما تحبي طعمي سندوتشك. ولا تشتري من بره اي حاجه، هيقعدوا يزنوا كتير بقى الصيف والقعده في البيت. نجيب تكاوي نجيب تكاوي، لا معلش، احنا ما بنفتح احلى محل تكاوي. لو وصلتي هنا ما تنسيش في اللايك والشير، ولو عجبك الفيديو اكتبي لي كومنت منك مشجع علشان يحفزني اعمل لك فيديوهات جديده. واشوفك في فيديو جديد يا قمر. مع السلامه، باي باي.